السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم صديقاتي في قناتي روزا وورد. اليوم جيتكم فيديو جديد. راح الفيديو تاعنا اليوم يعني بسيط جدا، برك حبيت نشارك معكم هكا روتيني البسيط في المطبخ. راح نطيب طعام، كل واحد كيف يقول له، كاين اللي يقول له بربوشه، كاين اللي يقول له كسكس، كل واحد كيف يقول له. نطيبوا الطعام. عندي الفول وانا نحب الطعام بالفول، نموت عليه يعني. من اكثر الوجبات اللي نحبها اللي هو الطعام بالفول. راح نطيبه، راح نشارك معكم الفيديو. على بالي بالك كامل تعرفوا طيبوه، مي انا حبيت نشارككم برك الفيديو تاع اليوم. كما راكم شايفين جبت الكسكس يعني الطعام او البربوشه، كل واحد كيف يسميها. جبت درت له الزيت باه ما يلصقليش في بعضه، ودرت له الماء من الاحسن ديروه دافي. كاين اللي يحب يشلل الطعام ومن بعد يجمخه، وكاين اللي ما يشلوش. انا صراحه ما نشلوش، ما نكذبش عليكم. استعملت هنايا الطعام تاع عمر بن عمر مليح، ما عجبنيش بزاف مره هذه، جا خشين. وانا نحبو الكسكسي رقيق، ما نحبوش خشين، ما نكذبش عليكم. نخليه بالماء تاعو حتى يشرب مليح. كي يشرب ويتنفخ وينشف كيما راكم شايفينه هنايا، نحطه في الكسكاس والقدره نفورو على النار يعني تعود قاويه، نفورو مليح. البنات انا هنايا مرف يعجبني كسكس عمر بن عمر، ما نكذبش عليكم، بصح المره هذه ما عجبنيش، ما على باليش علاه. نستعمل كسكس البركه يعني هايل هايل. ونشتي رقيق انايا. شاركوني نتوما واش تحبوا نوع الكسكس، يكون رقيق ولا خشين. هنا حطيت الطعام نتاعي فور، وجبت الخضر نتاعي. راح نستعمل في المرقه تاعي. عندي البطاطا والزروديه اللي هي السناريه، والكورجات اللي هي احنا نقولوا لها جريوات بلاكسون تاعنا، كما يقولوا بلا فاصون بارلي تاعنا، كل واحد كيف يسميها. والبصله اكيد. وحاجه بين الفول دوكا نوريكم كيف نطيبو انايا. ما استعملش بزاف خضره لاننا غير زوج عباد انايا وزوج نتاعي، وديجا المقادير هذه راني دايرتها ويبقى نصها. بصح انايا الزوج تاعي يجو في الليل يشتي ياكل في الليل، ديما نخليه، فهمتوني. هنايا جبت السروديه راني نقشر فيها، مالفا غير نخرطها بالموس، مي القشره تاعها خشينه هذه يعني. قشرتها مليح يعني، نحيت لها القشره نتاعها الخشينه. الزروديه في الوقت هذا تكون حمراء وبنينه وتعود حلوه تهبل عسل. هاكم شايفين قشرت الخضر تاعي وغسلتهم. دوكا راني نقطعهم، نقطع البطاطا على نصفين وبدا على نصفين، يعني نقطعها على 4. نحب الخضره نتاعي تكون كبيره شويه، كاينين اللي يحبوا يرقوها ويصغروها، عادي، هذه الامور اذواق وكل وحده كيفاش تحب. وقطعت الزروديه تاعي على 4 ثاني لانها خشينه. انا الزروديه على حساب الحبه، من داك نقطعها كيما هاك، من داك نقطعها غير مرسوات صغار، سا ديبون. والكورجيت تاني نقطعها، قطعت كلش خضره كامل درتها خشينه المره هذه هكا. عجبتني كي تعود خشينه، ومنين داك نديرها رقيقه. ومن بعد جبت الفول تاعي. الفول شوفوا البنات، انا نقول لكم حاجه كيف ندير، وكل وحده ولاستيس نتاعها. نتمنى انكم تشاركوني بلي زاستيس تاعكم. حكمه الفولات الرقاق، يعني كاين فول تحسيه ماهوش بالغ، لي شغل رقيقه تحسي الجلده تاعها رقيقه، ما طرطقتهمش يعني، خليتهم هكاك، قطعتهم برك، قطعتهم طراف كما راكم تشوفوا. والفولات اللي عودوا كبار، اللي عودوا بالغين وفي وسطهم الفول كبير، لا نحكم نخرج الفول منهم ونطيش القشره، فهمتوا. حنايا نطيبوه بالقشره، وكاينين اللي يحبوا يفصوه برك يطيبوا غير الفوله لداخل والقشره يطيشوها. بصح صدقوني البنات، جربوا طيبوا بالطريقه هذه راح يجي بنين هايل. كما راكم شايفين الفولات البالغين نحيتهم، واللي ما فيهاش حسيت القشره نتاعها رقيقه شويه، قطعتها على مرسوات صغار برك، ونحطهم يطيبوا. بعد نشللهم هنايا، نشللهم مليح، ونحكم نجيب قميله فيها المحلو، نديلهم الملح ونخليهم يطيبوا نص طياب. نطيبهم في قميله وحدهم علاه، لانه الفول كي يطيب راح يطلق واحد الكحوليه، الماء تاعو يولي يعود شويه اكحل، فهمتوا، ملوث يعني، يطلق كحوليه، ما باليش علاه. ما نحبش نديرو في المرقه يعود اللون تاعها غامق ياسر، وانا ما يعجبنيش. نشتي نديرو وحده، نطيبو نص طياب، ومن بعد نهزو ونحطو في لاصوص يكمل طيابو. هنا ما عنديش اللحم، درت عندي شويه سكالوب، قلت ندير بيه نبنن بيه برك. درت سكالوب ودرت له السمن والزيت، وراح نضيف له شويه قطع نتاع شحمه،
شحمة الكلة دايرتها في الكونجيلاتور نبنن بها، تجي بنينه بنيها الماكله، سورتو الى قليتوها مليح. ونحط راس البصله هذاك نقطعوه عادي كيما تحبوا. اللي تقدر تاكل البصله في الماكله تقطعوا رقيق وتحطوا، واللي ما تحبش تقطعوا غير على ربعه ومن بعد تنحيه. وهنايا درت مرصوة الشحمة باه نقليهم. هنا يعني نقلي فيهم مليح، نشتي البصلة هذيك ما تحمروهاش مليح، ما راهوش طاجين هذا ولا كباب ولا، يعني غير شويه باك تذبل شويه برك مع هذاك الدجاج باه يطلق البنه. ومن بعد نمرقوا، ما ترقوهاش ياسر البصله، يعني ما تكرملوهاش، فهمتوني؟ انا هذه اكله تقليديه ما تحقش انها تتكرمل لها البصل، ماهوش كيما الطعام الابيض. كما راكم شايفين هنايا كي ذابت شويه البصله والشحمه هذيك طلقت الريحه تاع القوليان. راني ندير في الطماطم، انا نستعمل هذا الطماطم رشراش، ونستعمل ثاني طماطم هلاو، يعني بنان في زوج يهبلوا ملاح. انا تقدروا ديروا طماطم الحبه، هنايا تربوا حبه طماطم، بس انا ما كانش عندي طماطم الحب، استعملت غير الطماطم المصبره. ديروا لي زيبيس كيما راكم شايفين هنا، درت الكركم وهذه حبه حلاوه وراس الحانوت، وندير فلفل احمر وكل وحده كيفاش تحب تعكر كيما نقولوا تدوزن. انايا ماذا بيا تشاركوني كيفاش تدوزنوا الماكله تاعكم، كيفاش ديروا لي زيبيس كيف هكا. ودرت لها شويه قرفه، كاين اللي ما يديروش القرفه في الاكل الاحمر يعني، بصح انا نحب في الطعام نشتي ندير القرفه. ومرقت بالماء السخون، يكون يغلي الماء، هذا بيكم يكون يغلي، ومرقوا مليح. هنايا ما تكثروش الماء باش تجيكم لاصوص تاعكم بنينه، يعني لانكم كي تكثروا الماء راح تغلي ياسر وتروح البنه تاع لي زيبيس وتاع الامورات. هنايا وشوف انا واش ندير، نحكم غير الزروديه وحدها، نحطها تغلي مده 10 دقائق في الماء وحدها في لاصوص هذه، خليها تغلي لمده 10 دقائق برك، غير باش تطرى وتعود في نفس الصلابه تاع البطاطا. باكي نحط البطاطا يطيبوا لي كيف يعني، ما تطيبليش البطاطا تترحى كيما عندكم بطاطا تطيب في ساعه، ما تطيبليش البطاطا وتترحى والزروديه تقعد يابسه. هنايا نخلي الزروديه تغلي، وجبت الكسكس نتاعي ولا البربوشه، بخيتها في الكسكاس بشويه ماء، من بعد نفرغها ونزيد نبخها وهي سخونه. ماذا بكم تبخوها وهي سخونه. هنا راني نشرح على بالي اغلبيه تعرفوا، بصح كاينين المبتدئات في القناه، كاينين الناس مبتدئات يشتوا يتعلموا، ماذا بهم يعرفوا لي زيتاب كامل. هنا هذه الامور تبان لنا بديهيه، بصح كي تعود وحده مبتدئه تعود ما تعرفش. بخوها وزيدوا بخوها شويه وهي سخونه، لازم تكون سخونه باش تشرب لكم الماء هذاك، والماء ديروه بارد، ما ديروش الماء سخون. ومن بعد ديروا لها شويه تاع زيت برك، ما تكثروش، لاننا من بعد كي طيب لنا البربوشه راح نعاودوا نديروا لها، وخلوها تشرب ذاك الماء مليح. انا خليتها بعد ما شربت مليح، راني حنعاود نفورها الفوره الدوزيام. فورة الدوزيام خلوها تفور مليح وغطوها بالمغطاء، تفور يعني لمدة ربع ساعة هكا، تفور بيان تتنفخ مليح. في هذا الأثناء أنا نحيت الفول تاعي، كان يعني طاب نص طياب، يعني تقريبا أكثر من نص طياب، 80% طاب. نحيته طفيت عليه النار، وهنايا بعد ما غلات لي السنارية لمدة 10 دقائق راني ندير في البطاطا هاك ما راكم تشوفوا. ندير في البطاطا باه نغلق عليها ونخليهم يطيبوا مليح. كان عندكم الوقت تقدروا ما تغلقوش لاكوكوط، بس انا هنا كنت مزروبه شويه، كان ديجا وقت العشاء قرب، يعني على بها غلقت لاكوكوط وصفرتها. نخليهم البطاطا والزروديه لمده 10 دقائق ولا ربع ساعه، صديبو على حسب لاكوكوط نتاعكم كيفاش طيب. هنايا ودرت جوا فلفل في البربوشه هذه كيفور، كما راكم شايفين هنا طابت لي، ولحت الجريوات ولحت الفول كملوا طيابهم مليح. وهنا نسقيناها وشوطت الفلفل وحطيته في القصعه. هنايا اليوم حبيت ناكل تقليدي، حطينا غير في الميدة تاع الارض وحده الطابونه كلينا، يعني في الشتاء كما راكم شايفين البرد وتجي حلوه طول. منين ذاك الانسان يحب يرجع للبساطه، ما نكذبش عليكم. وبالصحه والهنا ان شاء الله، شاهدكم في الجنه. ما تنسوش تشتركوا في قناتي صديقاتي. سلام.